السلام عليكم، معكم من لونجلي ديما في محور بكالوريا 2015. اليوم ان شاء الله غنشوفوا الدرس السابع، وهذا الدرس هذا مهم بزاف. هذا الدرس سميتو conditional type 3. بلا ما نطول عليكم كما العاده دوزو الطابلو. اذا الدرس السابع هو conditional type 3. conditional type 3. شنو هو الكونديشنال تايب 3؟ الكونديشنال تايب 3 تا هو عنده علاقه ب regret على شي حاجه اللي طرات ولا على شي حاجه اللي ما طراتش. كيفاش كنديروا واحد الحاجه وعنده علاقه بالباست؟ اول حاجه يعني الفاكت، الجمله اللي كيعطيوك نهار الامتحان كتكون في الباست، طرات ولا ما طراتش في الباست، يعني اما افيرماتيف ولا نيجاتيف. شوفوا هاد القاعده ديال الكونديشنال تايب 3 ونشوفوا الامثله باش نفهموا اكثر. القاعده اش كتقول لك؟ if كنزيدوا عليها past perfect. شنو هو الباست بيرفكت؟ هذه ضروريه، ولا كانت نيجاتيف غنديروا لها hadn't. غنزيدوا عليها past participle ديال الفيرب had ولا hadn't على حساب الجمله بلاس past participle. الوغ if plus past perfect هو كنزيدو would have plus past participle. هذه قاعده، هادو خاصهم يكونوا، هادو ضروري يكونوا في الجمله فاش غنديروا الكونديشنال تايب 3. من وراء if ضروري خاصهم يكونوا هادشي. نشوفوا المثال الاول. I didn't go to the stadium. علاش؟ because I didn't have money. ما كانش عندي فلوس، ما مشيت للتيران. ما مشيتش للتيران حيت ما كانش عندي فلوس. هادشي مشى داز. البارح زدت واحد الماتش ما كانش عندي الفلوس، ما مشيتش للتيران. شنو غنقول؟ كون كان عندي فلوس كون مشيت للتيران، ولكن راه الاكشن سالات صافي الله يعاون. انا دابا بحال تحسرت عليها. كون كان عندي فلوس كون مشيت للتيران. اف هي هذيك كل اللي قلنا. اف شنو قلنا كيتبع باست بيرفكت. كون كان عندي فلوس راه هي هذيك اللي غنديرو في الباست بيرفكت. I didn't have money، ما كانش عندي فلوس. كون كان عندي فلوس if I had هي اللي قلنا ضروري خاصها تكون عاده الباست بارتيسيبل ديال الفيرب اللي هو have. had بعد مرات تجيك غريبه had ولكن راه القاعده had ديال القاعده كاينه خاصها ضروري تكون، والباست بارتيسيبل ديال الفيرب هنا بحال في فيرب have باست بارتيسيبل ديالو هو had. if I had money عقل. شوف هذيك راها نيجاتيف كتولي affirmative. if I had money I would have الباست بارتيسيبل ديال go. go went gone. I would have gone to the stadium. كون كان عندي الفلوس كون مشيت للتيران. هادشي طرا سالا وتحسرت عليه. شوفوا المثال الثاني. هذه جمله الا عطاوها لنا نيجاتيف في الامتحان. واحد القضيه اخرى، ديما الجمل اللي كيكونوا من وراء بيكوز، يعني اللي من وراء بيكوز يكون هو السبب. ديما السبب هو اللي كتحطو من وراء اف. السبب كتحطو من وراء اف. اما الافكت كاين الكوز وكاين الافكت. اما الافكت هو اللي كتحطو في البارت سيكند كلوز. مثال ثاني he drove very fast. هادشي علاش؟ that's why he had an accident. كان كيسوق بالجد. he drove very fast. that's why he had an accident. هادشي علاش دار كسيده. شنو غادي نقول؟ مسكين شي كون ما ساقش بالجد ما غاديش يدير كسيده. دار كسيده خايبه. كون ما ساقش بالجد ما غاديش يدير كسيده. if he كون ما ساقش، شوف كون ما ساقش if he hadn't past participle ديال هذا drove driven. hadn't have past participle. hadn't driven very fast. كون ما ساقش بالجد شنو كان غادي يوقع؟ he wouldn't ما كانش غادي he wouldn't have. هذيك في اي راه هي have. الى شفتوها شي نهار راه هي have.
he wouldn't have had. would have ها هي past participle ديال اش؟ ديال هاد الفيرب هاد. هو هاد. have had had. he wouldn't have had an accident. كون ما كانش سايق بالجهد ما غاديش يدير الحادثه، ما غيديرش الاكسيدنت. اذا الهدف ما يخص الدرس السابع كونديشنال تايب 3. نتمنى انه فهمتوه مزيان. صحاب البكالوريا فهموا الدرس هذا، راه مهم بزاف. وكما العاده ما تنساوش كما قلت لكم شحال هذه الفيربس راك شفتوهم شحال مهمين. حاولوا تحفظوهم. واللي عنده شي سجيشن، شي اقتراح ولا شي حاجه ما فاهماش يصيفط لنا في الباج فيسبوك ديالنا. ونتمنى لكم حظ سعيد. ما تنساوش تبارطاجيو الكور مع الناس اللي كتعرفوا. الله يعاون. الله يرضي. عجيبه.